هاشتغل على 8 عملات رئيسية في الفوركس، مش كل العملات اللي في العالم أنا هاشتغل عليها، ولا هاشتغل ولا على جنيه مصري ولا على جنيه سوداني ولا على ريال قطري ولا على ريال سعودي، لأ أنا هاشتغل على عملات معينة. الاقتصاديات بتاعة العملات دي بتسمح بالرأسمالية وكل حاجة تخضع بنسبة 100% للعرض والطلب. الحكومات للثمان دول دول ما بتتدخلش في سعر عملتها، ده فعلا سعر صرف حر يخضع لقوة العرض والطلب. طب الثمان عملات دول انا عشان افهمهم، في منهم 4 انواع من الدولار: الامريكي والكندي والاسترالي والنيوزيلندي. وعندي 3 عملات في اوروبا: الجنيه الاسترليني واليورو والفرنك السويسري. وعندي عملة في اسيا هي الين الياباني. ال8 عملات دول هم دول اللي انا هشتغل عليهم في الفوركس. وال8 عملات دول لما احطهم قدام بعضهم البعض، يعني احط كل عملة قدام التانية، يطلع عندي بالظبط 28 زوج من العملات. 7 أزواج من العملات الرئيسية اللي هي فيها الدولار الأمريكي أحد طرفي الزوج. يبقى براجع معاك إن أنا عندي 8 عملات رئيسية، والثمان عملات الرئيسية دول يخضعوا لاقتصاديات رأسمالية مش قوة عظمى فقط، لأن مثلا الصين قوة عظمى، ومع ذلك اليوان الصيني لا يطرح في الفوركس. ليه؟ لأن الحكومة الصينية هي بتتدخل في تحديد سعر اليوان الصيني أمام اليورو وأمام الدولار الأمريكي وأمام الين الياباني.